في مجال تطوير الذات كاينين كتب كتركز على بناء العادات، تحسين التركيز وتنظيم الحياة بطريقة هادئة ومنهجية باش توصل للنجاح خطوة بخطوة. ولكن كاين نوع آخر مختلف تماما، كتب ما كتهدرش على الراحة ولا على الطرق السهلة، بل كتحطك وجها لوجه قدام الحقيقة. النجاح الحقيقي ما كيجيش بلا صراع، بل كيتبنى من مواجهة النفس ومن الألم اللي ما كنهربوش منه. كتب كتعلمك كيفاش تكسر القيود الداخلية ديالك، تغلب على الخوف وتبني نسخة منك أقوى بكثير، نسخة ما كتستسلمش مهما كانت الظروف. واليوم معنا واحد من أقوى الأمثلة لهذا النوع ديال الكتب، كتاب لا شيء يمكنه إيذائي، الكاتب ديفيد كوغينز. ماشي غير كتاب تحفيزي عادي، بل تجربة قاسية وصادمة لواحد الإنسان قرر يواجه أعمق نقاط الضعف ديالو ويحول الآلام ديالو إلى قوة ما كتكسرش. الكاتب ديفيد كوغينز زاد في حياة صعبة بزاف، مليئة بالفقر، العنف، المشاكل النفسية. كان كيشوف راسو ضعيف وما عندوش أي مستقبل واضح، ولكن في واحد اللحظة بدل التفكير ديالو من علاش أنا إلى شنو نقدر ندير باش نخرج من هذا الوضع. وهنا بدأ أول تحول حقيقي في حياته. ما كانش كيتسنى الظروف تتبدل، بل قرر هو اللي يتبدل. أول خطوة دارها ماشي التدريب للرياضة، بل مواجهة الذات. كان كيوقف قدام المراية وكيكتب كل عيوب ديالو: أنا ضعيف، أنا كنتهرب، أنا ما كنواجهش الواقع. الفكرة هنا قوية، ألا وهي إلا ما واجهتيش حقيقتك بصدق مستحيل تبدلها. من بعد دخل الكاتب تجربة قاسية جدا، تدريب نيفيسيان. هنا ما كنهضروش لتدريب عادي، بل على واحد من أكثر البرامج العسكرية قسوة في العالم، اللي كيكسر الإنسان قبل ما يعاود يبنيه من جديد. كان كيمر من التعب، الألم، الضغط النفسي والإرهاق المستمر. بدل ما ينسحب كان كيرفض الاستسلام وكيكمل. وهنا بدا يفهم أن أكبر عدو ديالو ماشي الظروف، بل العقل ديالو هو اللي كيقنعه يوقف. واحد من أقوى الأفكار في الكتاب هي أن الإنسان ملي كيشعر أنه وصل للحد ديالو، الحقيقة أنه يلا استعمل تقريبا 40% من طاقته. العقل كيدير هذا الخداع باش يحميك من الألم، ولكن في الحقيقة كيبعدك على الإمكانيات الحقيقية ديالك. كوغينز كان كيدير واحد التمرين بسيط ولكن قوي، كيكتب في المراية كل نهار شنو خاصو يصلح في حياته. ما كاينيش أعذار، ما كاينيش تبريرات، غير مواجهة مباشرة مع النفس. الفكرة هنا هي أن التغيير الحقيقي كيبدا ملي كتكون صريح مع راسك 100%. كاينة رسالة مهمة في الكتاب، هي أن التحفيز ما كيدومش. الكاتب كيعلمك أن الاعتماد على الحماس غلطة، لأنه كيمشي ويجي، ولكن الانضباط هو اللي كيصنع النتائج. خاصك تخدم حتى من اللي ما تكونش عندك الرغبة، حيت هذه هي الطريقة الوحيدة باش تبني شخصية قوية. أغلب الحدود اللي كنحسوا بها في حياتنا ماشي حقيقية، بل عقلية فقط. العقل كيقنعك ما نقدرش، هادشي كافي.
ولكن الحقيقة أن هذه الحدود غالبا كذوب، كتحميك من الألم كتر ما كتخدمك. في آخر الكتاب الكاتب كيوصل لواحد الفكرة مركزية: الألم ماشي عدو بل أداة. كل تجربة صعيبة كتعيشها إلا واجهتيها كتزيدك قوة وكتبنيك من الداخل. النمو الحقيقي ما كيجيش من الراحة بل من المواجهة. الكتاب اللي كان قدامنا اليوم ماشي كتاب ديال التحفيز العادي، بل تجربة قاسية كتخليك تعيد التفكير في حدودك الشخصية. الرسالة ديالو واضحة: إلا بغيتي تولي نسخة قوية من نفسك خاصك تواجه الألم، تكسير الأعذار، وتبني الانضباط ديالك يوميا. ولكن في الأخير المهم هو التوازن. القوة ماشي في القسوة فقط، بل في الفهم، الانضباط، الاستمرارية الذكية. وإلا كانوا كيعجبوك النوع ديال الفيديوهات دير لايك، سبسكرايب، فعل الجرس، حيث الفيديو الجاي غادي يكون كتاب آخر يقدر يبدل لك حياتك.